اهلا بكم في حلقه جديده على اليوتيوب. حلقه النهارده من اقوى الحلقات اللي موجوده عشان هنصور فيها تمرين رجل. كذا حد طلب مني قبل كده ان احنا نصور التمرينه دي عشان موجوده على القناه تمارين كتيره جدا، بس لسه الرجل مش موجوده، فعشان كده هنصور التمرين ده النهارده وهنبدا فيها مع بعض من اول التسخين. تمرين الرجل بالذات التسخين مهم جدا عشان الرجل من اكبر واقوى العضلات اللي موجوده في الجسم، وهنسخن على 3 مراحل. هبدا اول مرحله بالتسخين على التريدميل، وفي غلطه برضو ناس كتير بتعملها ان هم وهو بيسخنوا على التريدميل او المشايه ممكن يجروا او يعملوا سبرنتات. وليه بنقول غلطه كبيره؟ عشان انت ممكن تضيع جزء من طاقتك المفروض تحطها في التمرين وتحطها هنا في التسخين. خلص تمرينك وتعالى اعمل كارديو براحتك واجري براحتك، بس التسخين بيبقى مثلا 5 دقايق، سرعه متوسطه، ممكن مشي سريع هيبقى مناسب جدا. وفي الشتاء بالذات لازم تسخن كويس، حتى لو جاي مشي معلش ممكن تسخن 5 دقايق بس على المشايه علشان ترفع درجه حراره جسمك وتبقى جاهز للتمرين. وتاني جزء معانا النهارده في التسخين قبل ما نخش على التمرينه، اعمل شويه استرتشات كده على العضلات. وبعد ما خلصنا الاسترتشات دي لسه مش هبدا تمرين دلوقتي، ما تستعجلش. اخر خطوه في التسخين وهي هتمرن على شكل او شكلين من الاجهزه اللي عندي النهارده مثلا عندي رجل فهاخد شكلين هسخن عليهم، وهكذا برضو. يعني لو عندك مثلا النهارده بنش سخن مثلا شكل او 2، او مثلا ظهر، كتف، باي، تراي، ايا كان التمرين اللي عندك النهارده. وكنا عاملين حلقه كامله عن التسخين بالتفصيل، هحط لك اللينك بتاعها فوق هنا او في الديسكربشن تحت، ممكن تسمعها وتيجي تكمل معايا التمرين. وكده احنا خلصنا 3 خطوات معانا في التسخين، وكده جاهزين نبدا تمرين. واول شكل معانا في تمرين الرجل النهارده هيبقى الليج اكستنشن، الاماميات. وانت بتظبط الجهاز ده ما تخليش ركبتك لقدام قوي، يعني مثلا ما تطلعش قدام، خلي الجهاز قدام كده يبقى ركبتك قدام قوي، لا حاول تظبط الجهاز وتخلي ركبتك موازيه مع المحور هنا، وظهرك ورا يكون مفرود. ممكن تعمل قرش صغير في القطنيه وتمسك كويس في الجهاز وتطلع. ومن الاخطاء برضو ان وانت طالع بتطلع لفوق خالص كده تعدي مستوى ركبتك او حتى فوق نفس مستوى ركبتك، انت كده بتحمل جامد على الركبه. تحت مستوى الركبه بحاجه بسيطه كده عامل فول كونتراكشن اماميات كلها، ومش محتاج اكتر من كده. تنزل الاخر، واهم حاجه برضو تخلي الاداء بتاعك بطيء عشان تحس بالعضله، لكن لو لعبت بسرعه كده مش هتحس بيها، فبلاش الاداء السريع قوي كده، مش هتحس قوي بالتمرين. وتاني شكل معانا في تمرين النهارده هيبقى الهامسترنج او الخلفيات. انا هعمله على الجهاز ده وانا قاعد، لو مش موجود عندك ممكن تعمله عادي على الجهاز اللي وانت نايم. من اكتر الحاجات اللي تخليك تحس بالتمرين ده الاداء بتاعك، وانك تاخد مدى حركي كامل. يعني مثلا تطلع على مهلك وتنزل للاخر خالص على مهلك، برضه هتحس بالعضله عندك بتولع، حتى لو الوزن اللي انت بتلعب بيه خفيف. لكن انا اقعد واحط وزن عالي واعمل بيه بسرعه كده مش هتحس قوي برضه بالتمرين. وتالت شكل معانا في تمرين النهارده هيبقى الهاك سكوات. ممكن تخلي رجلك تحت في نفس مستوى الهيب عندك او الوسط عندك عادي، ولا توسع قوي ولا تضيق قوي، ما تعملهاش كده، خليها عادي في نفس مستوى وسطك. وممكن تخلي مشط رجلك واخد رقم 7، يعني تفتح مشط رجلك لبره شويه كده
وظهرك طبعا القطنيه ورا مفروض ما تتنيش ابدا وانت نازل برضه، يعني بص تنزل على مهلك على قد ما تقدر تطلع، وانا نازل القطنيه ما تجيش قدام ابدا كده، لو حاطط وزن هتتصاب على طول، فخلي القطنيه مفروضه على الجهاز وتنزل وتبقى مركز على ظهرك والقطنيه انها تبقى مفروضه طول العده وتطلع. وبالنسبه للمستوى اللي انت ممكن توصل له تحت عشان تعرف ايه المناسب ليك، لو نزلت المستوى ولقيت القطنيه عندك بدات تشد، لا يبقى خليك في المستوى اللي قبليه بدرجه عشان ما تحملش على القطنيه زياده ومره في الثانيه في الثالثه، ومع الوقت بعد الشر يحصل مشكله في اسفل الظهر. واشهر اصابتين في الجيم اللي كلنا بنشوفهم يعتبر هم في اسفل الظهر في القطنيه او في الكتف، فخلي بالك منهم على قد ما تقدر، واسفل القطنيه بالذات في تمارين الرجل والسكوات. ورابع شكل معانا في تمرين النهارده هيبقى الليج بريس، الدفع على الجهاز. وبالمناسبه التمرين ده بالذات في منه اشكال مختلفه في الجيمات، فعادي الشكل المتاح عندك ممكن تتمرن عليه. وزي ما قلنا في جهاز الهاك سكوات حاجتين، القطنيه ومشط رجلي، نفس الفكره. قبل ما ابدا لازم تكون القطنيه مفروده، واحط رجلي قبل ما ابدا. لو انت عشان تاخد وضع حركي كامل، لو انت قريب قوي من الجهاز والقطنيه عندك مش هتبقى مفروده قوي، فحاول قبل ما تبدا او قبل ما تزق برجلك تفرد القطنيه على قد ما تقدر. وممكن في اول عده عشان تساعدك ممكن تحط ايدك على ركبتك وتزق معاك، بعد كده تحوش ايدك وتمسك في الجهاز، ومستوى رجلك ولا يبقى ضيق قوي ولا يبقى واسع قوي، في نفس مستوى الوسط عندك او الهب. ومشط رجلك ممكن تخليه 7 لبره حاجه بسيطه وتنزل تاخد وضع حركي على قد ما تقدر. وانت في البوزيشن ده حاول برضو ما تعملش لوك للمفصل، يعني ما تعملش كده كده يعتبر بتحط الوزن كله على ركبتك، فانت اخرك حاجه بسيطه، يبقى ركبتك متنيه حاجه بسيطه في الاخر وتنزل. بص اخري فين كده، مرجعش الحته دي، اخري كده. ابقى مخلي بالي برضو من القطنيه طول الحركه وانا رايح وانا راجع. وخامس شكل معانا في تمرين النهارده هيبقى الطعن. هوريك الاول اشهر الغلطات اللي بنشوفها، بعد كده اوريك الصح. اول حاجه بنشوف ناس كتير بتبدا بتخلي المسافه بين رجليها قصيره قوي، بالتالي ايه اللي بيحصل؟ بينزل بص ركبته بتنزل قدام قوي ازاي، وبيعدي مشط رجله بمسافه كبيره، ده بيحمل اكتر على المفصل. حاول توسع المسافه شويه بحيث وانت نازل تنزل 90. وبرده في ناس وهي بتتمرن بتخلي رجليها لجوه او ركبتها لجوه شويه وبتنزل، ده برده بيحمل على المفصل. خلي مشط رجلك 11 او توسعه لبره حاجه بسيطه. وبرضه حاول تركز على الاداء والمدى الحركي بتاعك، يعني بلاش تعمل كده، انت كده مش بتتمرن. حاول تنزل للاخر وتاخد عده كامله ومدى حركي كامل. والتمرين ده بيشتغل اكتر على البالانس بتاعك وبيطور التوازن عندك. سادس الشكل معانا في التمرين النهارده والاخير هيبقى السمانه. هنهي بالسمانه، هعمل سوبر سيت. هلعب الشكل الاول على الجهاز ده وتاني شكل وانا قاعد. خلي رجلك على الجهاز بالطريقه دي وانزل تحت خالص واطلع، اعصر ثانيتين وانزل بالراحه. وانت نازل حاول تاخد مدى حركي كامل، ما تنزلش لحد كده بس وتطلع. الميزه هنا ان انت عندك مدى حركي تاني تحت ممكن تستغله. وخلي الاداء بطيء على قد ما تقدر، بلاش تعمل بسرعه كده. وفي حاجه تاني، وانت طالع خلي بالك من ظهرك برضو. ازاي يعني؟ وانت مثلا لو في وزن تقيل برضو ما تخليش ظهرك يتني كده ابدا لقدام وقطعيه تتني لقدام، لا، حاول وانت طالع يبقى جسمك كله ثابت، تبقى مركز على السمانه بس. خلص الشكل وانا واقف، بعد كده هاجي على الجهاز ده، والجهاز ده معروف وموجود غالبا في اي جيم هتلاقيه موجود فيه. حاول برضو نفس الفكره، تنزل ببطن رجلك للاخر تحت عشان تاخد مدى حركي كامل على قد ما تقدر، تطلع تعصر فوق. حاول يكون بالاداء البطيء ده، لكن لو عملت بسرعه برضو مش هتحس بالتمرينه. وبس كده، دي كانت تمرينة النهارده. وطبعا العدات والمجموعات احنا ما قلناهاش عشان خاطر دي مختلفه من شخص للتاني، على حسب مستواك وعلى حسب شده التمرين اللي هتبقى مناسبه معاك. ولو عندك اي سؤال في اي تمرين او عايز حلقات عن فيديوهات معينه ممكن تكتبها في الكومنتات تحت ونجهزها ونصورها وننزلها على طول. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت، واستنوا الحلقات الجايه.